يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح على الفيسبوك في حد من المتابعين للقناه بتاعتنا بعتت لي مشكلتها. كانت يعني كاتبه كده مشكله طويله عريضه، وبعد كده انا وريتها لساره وقعدنا نتكلم معاها شويه، فاحنا وصلنا لحل ان احنا هننزل المشكله هنا على القناه، وهي هتشوف يعني تعليقاتكم وتشوف ارائكم ايه. القصه ان هي ما شاء الله هي مهندسه، وكمان جوزها دكتور ما شاء الله، وهما الاثنين اتجوزوا بعد قصه حب وبيحبوا بعض جدا، وبعد كده ربنا رزقها وجابت ولد. وبعد كده الولد دوت كان عنده 5 سنين. بعدها ب5 سنين جوزها جاله عرض ان هو يسافر في دوله عربيه. على فكره هي مهندسه بس هي شغاله، يعني هي مش ربة منزل، وشغاله في شركه كمان ما شاء الله انترناشونال، وليها بوزيشن حلو قوي كمان في الشركه. المهم ان هي العرض دوت لازم ان هو يسافر في الدوله العربيه دي ويستقر، والعرض حلو جدا وهيأمن مستقبلهم كويس قوي. فهو طلب منها ان هي تسيب الشغل في مقابل ان هي تسافر معاه. هي رفضت وقالت انا شغاله في شركه انترناشونال، وانت عارف انا تعبت قد ايه وخدت كذا كورس عشان اوصل للمكان اللي انا فيه دوت دلوقتي، وده كارير مهم جدا مش ينفع ان انا اعوضه. هم وصلوا لقرار ان هو هيسافر لوحده وهي هتقعد في مصر هي وابنها. وفعلا هو سافر وقعد في الدوله العربيه دي لمده سنه، وهي وابنها لوحدهم في مصر. بعد كده بقى بدات المشاكل تحصل ما بينهم، مشاكل كتير جدا. وكان السبب يعني ام الزوج كانت دايما بتكلم زوجها ان ما ينفعش ان ابنك يتربى بعيد عنك، لان هو كده الابن هيطلع متاثر وهيأثر على نفسيته. وهي بصراحه برضو يعني مامة جوزها عندها حق في النقطه دي. المهم حصل بينهم مشاكل جامده قوي خلال السنه دي. في الاخر جوزها وصل لقرار ان هي يا اما ان هي تسيب شغلها وتسافر هي وابنها فورا على الدوله العربيه ويستقروا هناك، يا اما ان هم ينفصلوا. هي طبعا قعدت تقاوح وتقاوم وناقشته كتير جدا وبرضه رفض. خدت شنطه هدومها وابنها ومشيت وراحت عند اهلها. دلوقتي هي بقى لها عند اهلها 6 شهور. بتقول ان هو ما بقاش بيتصل بيها نهائي، بيكتفي بس بان هو بيبعت مصاريف ابنها بس ليها كل شهر، اكتر من كده ما بيعملش. وهو دلوقتي يعني هم متوقفين ان هم يا اما ان هم ينفصلوا بعد الشر، يا اما ان هي توافق وتسيب شغلها وتسافر. فهي بتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه. انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه عشان اوصل للبوزيشن اللي انا فيه دلوقتي حاليا، وانا حاسه ان انا لو سبته عمري ما هعرف اعود الشغل دوت، وعمري ما هعرف ان انا اجيبه تاني او اشتغله تاني. وبرده هي مش عايزه تخسر بيتها ولسه بتحب جوزها. وطبعا طبعا طبعا في الاول وفي الاخر خايفه جدا على ابنها، لان هو اللي هيتظلم في القصه دي كلها، عشان هيبقى يعني من غير هيفضل يطلع من غير يا اما ابوه يا اما من غير مامته. في الحالتين نفسيه الولد تتدمر. عايزين بقى نعرف انتوا ايه رايكم. وانا مش هقول ايه رايي في القصه دي، وبرده مش هقول راي ساره، وهستنى الاول نشوف ايه رايكم في الكومنتات. وهي على فكره هتتابع كل الكومنتات اللي هتكتب لنا. في يا جماعه كمان نقطه مهمه جدا انا نسيت اعرفكم اقول لكم عليها. النقطه ديت ان اهلها شايفينها ان هي غلط، بيقولوا ان انت كده لا قدر الله بعد الشر هتخربي بيتك، خصوصا ان جوزك ما شاء الله انسان مقتدر، وانت اصلا مش محتاجه للشغل دوت ماديا. وبعدين انت تستقر في دوله عربيه ومش تبقى محتاجه للشغل دوت نهائي، وان يعني حياتها الزوجيه واستقرار ابنها اهم بكثير من الكارير، واهم بكثير من مستقبلها، واهم من كل الكلام دوت. فدي النقطه دي ضعفها جدا ومخليها حالتها النفسيه مش احسن حاجه. يا رب تقولوا لنا ايه رايكم في الكومنتات، وطبعا نقول صاحبه المشكله ربنا يا رب يهديك الحال ويصلح لك الحال وتوصلي للقرار السليم اللي يكون في صالح الاسره كلها. دلوقتي بقى يا جماعه هي هتتابع كل الكومنتات بتاعتكم وهتشوفوا انتوا هتقولوا لها ايه. وعايزه اقول لكم ان انا كمان هسيب في الديسكربشن لينك الفيسبوك عشان لو اي حد عنده اي مشكله وحابب ان هو يبعتها لنا، وبرده هننزلها عندنا على القناه. وكمان عايزه اقول لكم كل الاراء، يعني عايزه اشوف يا جماعه لكم كومنتات كتير كل واحد يقول رايه ويعمل ايه. ان شاء الله ربنا يصلح الحال. مع السلامه.